السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض تحلية سهلة جدا وبسيطة، ومكوناتها بسيطة جدا. إن شاء الله تكون موجودة عندكم في البيت. كمان الناس اللي بتحب الشوكولاتة هتحبها جدا لأنها طعمها غني جدا بالشوكولاتة. تعالوا بينا كده على طول ندخل على الطريقة. بس لو أول مرة تشوفوني، أنا أسماء شاور ودي قناتي. أول حاجة كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أول حاجة كده هجيب حلة على النار هحط فيها كوباية من السكر. السكر هنا هبدأ أوزعه كده في الحلة كلها، مش هسيبه يعني متركز في حتة واحدة علشان يتكرمل معايا كويس. فأنا وزعته كله في الحلة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هسيب بقى كده السكر مش هقلبه خالص غير لما يبدأ يتكرمل معايا من الجناب زي ما انتوا شايفين. في الوقت ده لازم تقلبيه كده بالمعلقة علشان ما يتحرقش معاكي. هافضل أقلبه كله في بعضه زي ما انتوا شايفين بالشكل ده لحد السكر كله ما يتكرمل معايا. خلاص كده كل السكر اتكرمل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما تخلوش كتير على النار علشان ما يتحرقش معاكي وكمان يمرر. في الوقت ده بقى انا جبت معايا كوباية من المية المغلية. لازم المية تكون مغلية، لو المية باردة فهيمسك معاكي كتلة واحدة كده، وهياخد معاكي كمان وقت كتير جدا عبال ما يفك. فأحسن حاجة انك تحطي كوباية مية مغلية. هقلب كده بقى علشان لو في اي حاجة من السكر ما دابتش كويس معايا تدوب، وبعد كده بقفل عليه النار. جبت بقى معايا طبق تاني كده وحطيت فيه كوباية من السميد اللي هو السميد بتاع البسبوسة. معايا كمان 3 معالق كبار من الكاكاو الخام. استخدموا كاكاو اسباني هيديكوا نتيجة حلوة جدا احسن من اي نوع تاني. معايا كمان نص معلقة من الفانيليا وهقلبهم مع بعض بالشكل ده كده. بعد كده بنزل عندي ب3 كوبايات من اللبن وبقلب الخليط ده كله على بعضه كده. وبعد كده باخدهم على طول واروح على النار. هاخد بعد كده الخليط اللي عندي زي ما انتوا شايفين واحطه على الكراميل كده. في الوقت ده كده انا هولع النار. هنزل بس اي حاجة في الطبق معايا من السميد كده. هقلب بعد كده باستمرار علشان الخليط ده ما يكلكعش معايا. هفضل اقلب لحد ما يتقل معايا ويبدأ يغلي من الجناب كده. خلاص كده في الوقت ده هو جاهز معايا. جبت صينية دهنتها دهنة زيت بسيطة علشان الخليط اللي انا هصبه في الصينية ما يلزقش معايا. فضيت الخليط زي ما انتوا شايفين تقيل جدا بالشكل ده. هوزعه كويس جدا في الصينية كده. هجيب بعد كده كيس معايا واحطه على الوش كده وابدأ اضغط علشان وشه يبقى متساوي كده، وكمان علشان السطح بتاعه يبقى ناعم كده. بعد كده هغطي وشه بالكيس ده واسيبه كده لحد ما يبرد تماما. طبعا بغطي وشه علشان وشه ما ينشفش معايا. هسيبه لحد ما يبرد تماما وبعد كده بدخله التلاجة حوالي 3 ساعات علشان يبقى متماسك كده مع بعضه. خلاص كده بعد ما طلع معايا من التلاجة زي ما انتوا شايفين، ببدأ اسلك بايدي كده الحروف بتاعته علشان لما اجي اقلبه ما يبقاش لازق معايا. رشيت على وشه كده شوية جوز الهند علشان لما اجي اقلب الصينية كده ما تلزقش معايا في الصينية. قلبته بالشكل ده وهديله خبطتين كده هرفع الصينية هيطلع معايا بكل سهولة. بعد ما قلبتها كده هبدأ اقطعها بقى على قد القطعة اللي انا عايزاها بالشكل ده كده. ممكن كمان تقطعوه بالحجم اللي انتوا عايزينه، اكبر من كده او اصغر يعني براحتكم جدا. انا قطعته بالحجم اللي انتوا شايفينه ده كده. عملته مربعات بالشكل ده كده. عمل معايا 15 قطعة زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ اخد واحدة بواحدة كده واحطها في جوز الهند بالشكل ده كده. اغلفها من الجناب كلها بجوز الهند كده. شايفين بقى كده شكلها عامل ازاي؟ حلو جدا. هغلف بقى كل الكمية اللي عندي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده ونشوفوها في النهاية عاملة ازاي. هنا خلاص بعد ما خلصت كل الكمية اللي عندي شايفين بقى الجمال. حلوة جدا، جربوها علشان بجد تستاهل التجربة. لحد هنا كده انا خلصت الفيديو، يا رب اكون فدتكم بأي حاجة. استنوني الفيديو الجاي، استنوني في فيديوهات كتير حلوة. واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.